سلام سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله فيديو اليوم نلقاكم كامل بخير وبصحه جيده. فيديو اليوم راح نعملوا طريقه تفصيل الموديل كندورها تيفاني في القطيفه. طبعا الموديل هذا راه كول باطو. راح نشوفوا الطريقه مع بعض ان شاء الله. تبعوا معايا وراح نبداو على بركه الله ان شاء الله. اول حاجه البنات راح نطوي القماش تاعنا على 4 هذا الشكل. طبعا الجهه المفتوحه راح تكون للخلف والجهه المغلقه راح تكون للامام. واش حنديروا؟ نبديو نصف عرض الكتفين كما متعودين، ثم ننزل بحردة الإبر، ثم نحدد ربع دوران الصدر، ثم ربع دوران الخصر، ونوصل ما بين خط الصدر وخط الخصر. طبعا هنا اذا حبيتوا يعني تعملوا الكندوره تاعكم يعني سامبل عادي تخرجوا ايفازي بهذا الشكل. اما اذا حبيتوا يعني تعملوها فورم بواسون راح نجيو نحدو طبعا هنايا ربع دوران الخوض بهذا الشكل، ثم نحدد يعني فوق الركبه، مكان فوق الركبه هنايا، ونوصل ما بين خط الحوض وخط فوق الركبه، وننزل بالقندوره تاعي ايفازي. هنا اللي حبت يعني قصه السمكه. جيو هنا طبعا نطلعوا مسافه هذه البنات كيفاش تعملوها؟ راح نقيسوا هذه المسافه هنايا شحال يعني ما كانت هكذا، ونجيو نحدوها بنفس الشيء هنايا راح تخرج لنا في هذا المكان هكذا، ونحدو. هذه اللي حبت يعني تعمل قندورتها فورم بواسو. اما اذا حبيتوا يعني تعملوها ايفاسي فصلوها كما متعودين. نجيو هنا طبعا نحدو الحردة تاعنا، نديرو المنتصف، نخرجو هنا من الزاوية 3 سنتيمتر ونحدو المنتصف. ننزلو الكتفين هنا راح ينزلو ب2 سنتيمتر. طبعا هنا كما قلنا راهي جايه كول باطو، حنا متعودين نحدو الرقبه تاعنا ونحدو ميلان الكتف. واش نجيو هنا البنات نديرو؟ راح ندخلو من هنا مسافه حوالي 5 سنتيمتر بهذا الشكل، ثم نجي نحدد عمق الرقبه تاعي. اذا حبيتوها البنات امام وخلف تقدروا تعملوا 15 سنتيمتر. اذا حبيتوا تعملوا الامام وحده والخلف وحده راح ننزلوا في الرقبه الخلفيه حوالي 10 سنتيمتر هكذا. اما الرقبه الاماميه تقدروا تنزلوا يعني نتوما واش حبيتوا تعمقوا فيها، حبيتوها 16، حبيتوها 17، حبيتوها 18، لكم الاختيار. راح ننزل مسافه 18 سنتيمتر هنايا كما قلت لكم. اذا حبيتوا تعملوا امام وخلف كيف تقدروا تعملوا امام وخلف مثل بعض. طبعا عندنا هذوك لي بروتيل هنايا يجيونا في مكان الرقبه. هنا حددنا الرسم تاعنا، نجيو هنا طبعا للامام وندخلوا بواحد ونص سنتيمتر في حردة الابط، ونقصوا الشكل هذا اللي حصلناه. موديل تيفاني هذا راهو البنات يعني عامل ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. نقصوا بهذا الشكل. يعني امام وخلف مع بعض. طبعا الخلف راح يجينا مفتوح بهذا الشكل، راح نفصلوا الامام وحده والخلف وحده. هذا الخلف البنات ها هو لكم. هنا اذا حبيتوا يعني تعملوا لي بانس طبعا تزيدوا لهم القيمه تاعهم في القماش. نجيو هنا ندخلوا مسافه 13 سنتيمتر ونحطوا البانسه تاعنا بهذا الشكل هكذا. نزيدوا الجهه الاخرى، نخرجوا هنا 1.5 هنا 1.5 ونرسموا لابانس تاعنا عادي. هذا بالنسبه للخلف، وتروحوا تخيطوه في الخلف طبعا، ومن بعد نشوفوا باقي الشرح كيفاش راح نعملو. نجيو الان للامام. الامام البنات راح هنايا ندخلوا في حردة الابط كما متعودين 1.5 سنتيمتر، ثم نجي نحدد الرقبه نتاعنا. كما قلنا راهي رقبه كول باطو. هنا تروحوا تكتشفوا الرقبه تاعكم طبعا وتزينوها. بالنسبه لهذوك لي بروتيل البنات واش راح نديروا؟ طبعا نتوما تقيسوا
القيمة يعني نتاع البروتيل تاعكم يعني من الخلف ومن الأمام، ونجيو طبعا نعملوهم بهذا الشكل. يعني فقط تخيطوا أشرطة هنا تكون يعني الجهة تخيطوهم ومن بعد تقلبوا باش تجيكم يعني الأشرطة تاعكم فينين. تجيبوا أشرطة بهذا الشكل. طبعا العرض هنا ديو واش حبيتو، والطول يعني تقيسوا من الأمام، الرقبة من الأمام ومن الخلف شحال ما كانت، يعني من الكتف هكذا، ونجيو نخيطوهم هنايا في هذا المكان. يعني تخيطوهم هنايا في كما قلت لكم، تخيطوا أشرطة وتقلبوهم باش تجيكم يعني الخدمة مفينية بهذا الشكل هكذا، ونجيو نخيطوهم هنايا في الأمام وفي الخلف، وتزينوهم بهذاك الكانون تاع تيفاني. يعني الأشرطة هذوك ما يكونوش عراض بزاف، على قد الكالو تاعكم، يعني كي تحطوا الكالو تاعكم يجي فوق الأشرطة هذوك. هذا بالنسبة طبعا للأمام والخلف. هنا أيضا الأمام البنات أعملوا له لي بانس عادي كما متعودين، ندخلوا مثلا 10 سنتيمتر ونطلعوا مسافة يعني ما بين 10 إلى 12 سنتيمتر، وننزلوا بنفس القيمة، ثم نحدد هنا 1.5 وهنا 1.5، ونرسم لابانس تاعي بهذا الشكل. نفس الشيء في الجهة المقابلة. هنا طبعا تروحوا تزينوا هذاك الكانون تاعكم تاع تيفاني، يعني تجيبوه من هنا وتنزلوا به الى غايه تقريبا تحت الخصر. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الموديل. طبعا تجيبوه من هنا من الاشرطه هذوك وننزلوا به، فهمتوني؟ هذا البنات الموديل نتاع اليوم، ان شاء الله يعني تكونوا فهمتوا. بالنسبه للاكمام يعني اكمام عاديين، راح نشوفوا الطريقه تاعهم. هنا فقط باش يتوضح لكم الباترون. وهذا طبعا الخلف والامام. الان نروحوا للاكمام. الأكمام هنايا راح نجيبو قطعة القماش تاعنا نطويوها على 4. هنا الأكمام في الموديل هذا راهم مفتوحين، مش عارفة إلا راهم واضحين لكم، يعني راهم مفتوحين هنا في المنتصف. هنا راهم مفتوحين في المنتصف، وعندهم هذه القطعة هنايا لابونت هذه في المعصم. نشوفوا الطريقة واش نديروا البنات. راح نجيبوا قطعة القماش تاعنا، نحدو طبعا الطول اللي حنا حابينه، طبعا نديرو حساب هذيك الزيادة تاع القطعة هذيك اللي حتجينا حنايا، ثم نجي نحدد عرض يعني الكم تاعي، مثلا عندي 23 سنتيمتر او 25 سنتيمتر شحال ما كان يعني عرض الكم تاعكم. نحدو القطعة تاعنا تاع الكم، نجي ندخل من هنا 14 سنتيمتر ونحدد مليلين نصف الحردة نتاعنا، ثم نجي نحدد المنتصف هنايا ونخرجوا ب1.5 سنتيمتر في هذه الجهة، ثم نحدد المسافة هنايا ندخل ب1.5 ونرسم البانسة تاعي. طول هنا او العرض هنايا نقدروا نديو يعني طبعا هو فيه تكميشات هنايا في الكم، نقدروا نديو مثلا 18 او 20 سنتيمتر ونوصلوا بهذا الشكل، نقصوا الكم تاعنا. العرض هنا يعني تاع المعصم هنا واش حبيتو تديوه، لكن ديروه عريض شويه باش تتحصلوا على هذوك التكميشات او لي فرونس هذوك هكذا. هذا الكم، هذا بالنسبه للاكمام. نروحوا للقطعه هذيك اللي راهي هنايا. واش راح نديروا البنات، نجيبوا قطعه يعني من القماش. هنا العرض البنات نتوما واش حبيتو تديوه، هنا اطويوها على 2، ديو العرض مثلا 8 سنتيمتر او 6 سنتيمتر، نتوما يعني واش حبيتو القيمه تاع لابوند تاعكم هذيك تكون هكذا. هنايا قيسوا مثلا واش راكم حابينها من المعصم المكان اللي راكم حابينه. مثلا راح نديها مثلا 8 سنتيمتر هنايا، تقدروا 8 تقدروا 6 8 يعني مع الخياطه راح تجيكم سوا مليحه. ونجيو نديو قياس المعصم هنايا تاعنا. هنا طبعا نديو القياس تاع المعصم، مثلا عندي 15 سنتيمتر
نحدد 15 سنتيمتر تاعي هذه ونقص بهذا الشكل. من بعد طبعا نجيو نخيطوا القطعه هذه هنايا هكذا نخيطوا، وهنا رايحين نعملوا دي بلي او دي فرونس او تكميشات نتوما واش حبيتوا هنا في الذراع تاعكم، يعني تخيطوا وتعملوا دي بلي حتى يجيكم على قد القطعه هذه. من بعد نعملوه بهذا الشكل وتروحوا تزينوه طبعا بقطعه من هذاك الكالون في هذا المكان. هذا هو البنات الموديل، ان شاء الله نكون يعني وصلت لكم الفكره وقدرتوا يعني تفهموه. طبعا كما قلنا عفوا البنات، قلنا الكم تاعنا هنا راهو مفتوح، يعني رايحين نفتحوه هنايا بهذا الشكل، نفتحوه نخليوه هنا مسافته يعني ما بين 1 أو 2 سنتيمتر، ونجيو هنا طبعا نعطفوا المكان هذا هكذا نعطفوه. انا يعني نسيت في البدايه بلي راهو الكم مفتوح، ها نزيدوا من هنا ايضا تعطفوه بهذا الشكل هكذا. ومن بعد تروحوا تركبوا القطعه تاعكم هذه هكذا، يعني القطعه هكذا حاجينا بهذا الشكل، وتزينوا بالكالو تاعكم هنايا في الحواف. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هذا بالنسبه لل طبعا هنا على ما اظن راهم عاملين ايضا قطعه تاع كالون، يعني هنا خليو مسافه، هنا خليو مسافه حوالي 3 سنتيمتر 4 سنتيمتر على حسب القطعه تاعكم تاع الكالون هذيك راح تركبوها هنايا. ومن بعد افتحوا، يعني كي تفتحوا خليو مسافه هنايا باش من بعد تزينوا بالكالو تاعكم هذاك هنايا. ان شاء الله تكونوا فهمتوني، يعني اكمل تقدروا تبدعوا فيهم كما حبيتوا. هذا هو البنات الموديل تاعنا تاع اليوم. ان شاء الله يعني نكون وصلت لكم الفكره، تكون الفكره توضحت لكم هكذا. هذا هو، نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديو اخر وموديل اخر باذن الله.